اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي واولى فقراتنا الحواريه لبرنامجكم الخبر النهارده. فقره حواريه مميزه جدا، اولا ان فيها اثنين من نجوم النقد الرياضي، واحد اكسبريس وواحد هادي بس لئيم مش سهل. يعني كلا الامور في الاخر هتوصلوا لمعلومات وهتوصلوا لفقره دايما زي ما بقول لكم شعار هنا اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته، في معلومه، في انفراد، في رؤيه مع اثنين من كبار النقاد الرياضيين والشباب المحترمين واصدقائي الاعزاء. استاذ حسن خلف الله بالاهرام، بشكرك يا استاذ حسن على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا استاذ ايهاب، وانا اللي سعيد ان اكون موجود معاك، وان شاء الله نحاول نكون يعني مناقشه هاديه ولطيفه وجميله ان شاء الله. بيقول لك مناقشه هاديه يا استاذ شادي، برحب بيك. استاذ شادي يعني الراجل الكبير بالفريق. اولا احنا سعداء ان احنا معاك، وسعداء بانه يعني زميل وصديق من اصدقائنا يكون صاحب برنامج، وان يكون برنامج مميز ومحترم، وان الناس كتيره بتتكلم عليه، وان الناس كتيره قوي متابعاه، ودي حاجه يعني تفرحها قبل ما تفرحك انت. انا بشكرك كابتن شادي. نبدا منين بقى؟ احنا قاعده دردشه. يعني احنا عايز اعرف مين اللئيم ومين الاكسبريس. هم بقى الناس هتعرف. الناس هتعرف. ماشي. انت الاثنين انت لئيم واكسبريس مع بعض. انت اثنين مع بعض. البدايه من المنتخب المصري اللي عنده مباراه مهمه جدا تحسم التاهل. طبعا احنا يعني حطينا رجلنا اليمين في الجابون، ولكن لسه مباراه تنزانيا يوم 4 يونيو هتكون مهمه جدا. والاتحاد الدولي فاجئنا ان احنا عندنا مباراه معلن عنها يوم 30 مايو امام ملاوي، والاتحاد الملاوي عنده شركه قالت له انت هتلاعب منتخب مصر، وبناء عليه اتحطت على موقع الاتحاد الدولي، والاتحاد المصري بيدور يلعب مباراه يوم 30 مش لاقي حد يلعب ولا ما يلعبش، مش فاهمين. استاذ حسن. طيب اولا طبعا ده اذا كان بينم عن عشوائيه الاتحاد المصري لكره القدم، يعني دي من الناحيه الاداريه. مباراه ملاوي ولا في التحضير؟ اصل ملاوي احنا مالناش دعوه بيها. ايوه يعني مالكش دعوه بيها ازاي؟ يعني مش احنا اللي قلنا كده لوحدها يعني؟ ما هو ده بقى. لا مصر كليت ملاوي. هذا امر مؤكد. طبعا يعني مصر كانت عاوزه تلعب ملاوي، وهي ده بيتراجعوا دلوقتي عشان التفكير في ملاوي ادى الى ان ممكن تخسر تصنيفك. تمام. فالقصه كلها بتؤكد ان في عشوائيه في التخطيط. حتى انت كمان يعني انت قبل ما تتكلم فبتتكلم عن الحيره الموجوده، هل ممكن يلعب ولا ممكن يبقى ده غلط ولا ده صح؟ انت بتدور على التصنيف وفي نفس الوقت خايف ان يكون في نتائج سلبيه باصابات، بوجود لعيبه ممكن تقع منك في المباراه، باي امور اخرى ممكن تكون معاكسه قبل الماتش الرسمي. فبالتالي انت ما خططتش صح، وبناء عليه انت وقعت في هذا المأزق ان انت محتار هنلعب مع ملاوي ولا نشوف مين نلعب معاه، ولا هنلعب يوم 30 ولا ممكن نلعب يوم 27 ولا ايه بالظبط. كلام كتير بيتقال في الموضوع، لكن في النهايه يعني انت كده كده عندك ماتش رسمي، هو ده الاساس. تمام. انت بتبص للتصنيف، وانا شايف موضوع التصنيف ده يعني مفيد ان انت تكون على راس مجموعه، لكن ما انتش عارف ممكن الفرقه اللي في المجموعه اللي في التصنيف اقل منك تكون اعلى منك. فانت المفروض انت تبص على التصنيف انك تشتغل على نفسك مش على التصنيف، تشتغل على فكرك، تشتغل على شكل المنتخب. احنا حتى الان بمنتهى الامانه منتخب مصر ما عادش الفريق المرعب للمنتخبات الاخرى. يعني منتخب مصر ما عادش الفريق المرعب اللي كان بيخوف المنتخبات الاخرى، وفاز ب3 بطولات وكان ليه شكل وكيان بنحلم بيه. ولا حتى بعد عوده جزء من الثقه بعد تخطي نيجيريا. لا اصل هقول لك حاجه، يعني مساله تخطي نيجيريا، انت تخطيت نيجيريا عشان نيجيريا برضو انت مش كويس بالدرجه اللي انت يعني بتلعب فريق قوي. لا نيجيريا كانت برضو مش في مستواها الطبيعي، ما كنتش بتلعب فريق من الفرق اللي هي المرعبه او المخيفه. انت الظروف ساعدتك ولعبت بشكل كويس، ولكن لسه المنتخب ناقصه كتير. مش هو ده المستوى اللي يأهلنا لكاس العالم. وبعدين مش هي الظروف دلوقتي اللي احنا وصلنا ليها ان احنا بنتكلم ان التأهل لكاس الامم اصبح انجاز. يعني مش عايزين نعيش في هذه النغمه، عشان النغمه دي ممكن تخسرنا كتير على بس فكره. هو هيبقى انجاز يا استاذ حسن، ده احنا 3 دورات ما بنوصلش. ايوه الانجاز ان انت توعد او تدي وعود ان انت هتعمل حاجه في البطوله. الانجاز ان احنا نوصل لكاس العالم مش نوصل لكاس الامم. الظروف اللي فاتت ظروف كانت بتمر بها الكره المصريه، ظروف كان ال3 دورات اللي فاتت او الفترات اللي احنا ما تأهلناش فيها كان لها ظروف مختلفه من سوء اداره. ما هو ده كله ناتج عن سوء اداره في الفترات اللي فاتت، وناتج عن مجاملات كتير في اختيار المدربين، وناتج عن ان الناس مش عارفه تخطط بشكل صحيح.
فاحنا قد يكون وصلنا الى مرحله من المراحل بتدي يعني ولو انطلاقه بسيطه او رؤيه مبشره في هذا الموضوع. كوبر يلعب يوم 30 ولا ما يلعبش؟ والله هقول لك حاجه، اللي طبعا اللي يحسمها هو المدير الفني نفسه، لكن انا يعني من وجهه نظري اذا كانت الامور يوم 30 وهتلعب يوم 4 فقدامك 5 ايام، هل انت ممكن تلعب بشكل لو انت عندك فكر؟ بمعنى ايه؟ لو انت عندك بدائل كتيره، وفي ماتشات قبل كده لعبت، كان منتخب مصر ليه منتخبين، يعني شفنا منتخب لعب قدام الاردن ومنتخب لعب قدام ليبيا، فانت حضرتك عندك القماشه عريضه وانت عمال بتجرب وتختار وتعمل. طب ما تدي مساحه واختار 30 لاعب واعتمد على اللعيبه اللي هي ممكن برضو تساعدك ان انت تكسب المباراه، وفي نفس الوقت ما تضركش لو حصل حاجه. ما انت ممكن تلعب يعني مع ما انت تلعب، بس خطط ازاي تلعب. الفكره ان انت تخطط. تبقى متاح في ايه؟ يعني انت تلعب اول الشهر. الخطأ التفكير في ملاوي ادى الى ان ممكن تخسر تصنيفك. تمام. فالقصه كلها بتؤكد ان في عشوائيه في التخطيط. حتى انت كمان يعني انت قبل ما تتكلم فبتتكلم عن الحيره الموجوده، هل ممكن يلعب ولا ممكن يبقى ده غلط ولا ده صح؟ انت بتدور على التصنيف وفي نفس الوقت خايف ان يكون في نتائج سلبيه باصابات، بوجود لعيبه ممكن تقع منك في المباراه، باي امور اخرى ممكن تكون معاكسه قبل الماتش الرسمي. فبالتالي انت ما خططتش صح، وبناء عليه انت وقعت في هذا المأزق ان انت محتار هنلعب مع ملاوي ولا نشوف مين نلعب معاه، ولا هنلعب يوم 30 ولا ممكن نلعب يوم 27 ولا ايه بالظبط. كلام كتير بيتقال في الموضوع، لكن في النهايه يعني انت كده كده عندك ماتش رسمي، هو ده الاساس. تمام. انت بتبص للتصنيف، وانا شايف موضوع التصنيف ده يعني مفيد. وشباب المحترمين واصدقائي الاعزاء، استاذ حسن خلف الله بالاهرام، بشكرك يا استاذ حسن على وجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا استاذ ايهاب، وانا اللي سعيد ان اكون موجود معاك، وان شاء الله نحاول نكون يعني مناقشه هاديه ولطيفه وجميله ان شاء الله. بيقول لك مناقشه هاديه يا استاذ شادي، برحب بيك. استاذ شادي يعني هيثم الكبير بالفريق. اولا احنا سعداء ان احنا معاك، وسعداء بانه يعني زميل وصديق من اصدقائنا يكون صاحب برنامج، وان يكون برنامج مميز ومحترم، وان الناس كتيره بتتكلم عليه، وان الناس كتيره قوي متابعاه، ودي حاجه يعني تفرحها من تفرحك انت. انا بشكرك كابتن شادي. نبدا منين بقى؟ احنا قاعده دردشه. يعني احنا عاوزك مين اللئيم ومين الاكسبريس؟ هم بقى الناس هتعرف. الناس هتعرف. ماشي. انت الاثنين انت لئيم واكسبريس مع بعض. انت اثنين مع بعض. البدايه من المنتخب المصري اللي عنده مباراه مهمه جدا تحسم التاهل. طبعا احنا يعني حطينا رجلنا اليمين في الجابون، ولكن لسه مباراه تنزانيا يوم 4 يونيو هتكون مهمه جدا. والاتحاد الدولي فاجئنا ان احنا عندنا مباراه معلن عنها يوم 30 مايو امام ملاوي، والاتحاد الملاوي عنده شركه قالت له انت هتلاعب منتخب مصر، وبناء عليه اتحطت على موقع الاتحاد الدولي، والاتحاد المصري بيدور يلعب مباراه يوم 30 مش لاقي حد يلعب ولا ما يلعبش، مش فاهمين. استاذ حسن. طيب اولا طبعا ده اذا كان بينم عن عشوائيه الاتحاد المصري لكره القدم، يعني دي من الناحيه الاداريه. مباراه ملاوي ولا في التحضير؟ اصل ملاوي احنا مالناش دعوه بيها. ايوه يعني مالكش دعوه بيها ازاي؟ يعني مش احنا اللي قلنا كده لوحدها يعني. ما هو ده بقى. لا بس مصر كليه ملاوي. هذا امر مؤكد. طبعا يعني مصر كانت عاوزه تلعب ملاوي، وهي ده بيتراجعوا دلوقتي عشان اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه لبرنامجكم الخبر النهارده. فقره حواريه مميزه جدا. اولا ان فيها اثنين من نجوم النقد الرياضي، واحد اكسبريس وواحد هادي بس لئيم مش سهل. يعني كلا الامور في الاخر هتوصلوا لمعلومات وهتوصلوا لفقره. دايما زي ما بقول لكم شعار هنا، اللي بتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته. في معلومه، في انفراد، في رؤيه مع اثنين من كبار النقاد الرياضيين. ان انت تكون على راس مجموعه، لكن ما انتش عارف ممكن الفرقه اللي في المجموعه اللي في تصنيف اقل منك تكون اعلى منك، فانت المفروض انت تبص على التصنيف انك تشتغل على نفسك مش على التصنيف. تشتغل على فكرك، تشتغل على شكل المنتخب. احنا حتى الان بمنتهى الامانه منتخب مصر
ما عادش الفريق المرعب للمنتخبات الاخرى. يعني منتخب مصر ما عادش الفريق المرعب اللي كان بيخوف المنتخبات الاخرى وفاز ب3 بطولات وكان ليه شكل وكيان بنحلم ولا بيه. حتى بعد عوده جزء من الثقه بعد تخطي نيجيريا؟ لا، اصل هقول لك حاجه، يعني مساله تخطي نيجيريا، انت تخطيت نيجيريا عشان نيجيريا برضو انت مش كويس بالدرجه اللي انت يعني بتلعب فريق قوي. لا، نيجيريا كانت برضو مش في مستواها الطبيعي، ما كنتش بتلعب فريق من الفرق اللي هي المرعبه او المخيفه. انت الظروف ساعدتك ولعبت بشكل كويس، ولكن